السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة روتين يوم جديد بأمل جديد بتفاؤل جديد، ربنا يا رب يجعله يوم علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين يا رب بالخير وباليمن وبالسعد وبالهنا يا رب العالمين. النهاردة كده روتين هيبدأ معانا بالجنينة. النهاردة الجمعة، جزء اجازة بدأ ان هو يظبط في الجنينة ويعزقها وينظفها علشان هنزرعها ملوخية وهنزرعها جرجير وبقدونس وخضرة وشبت بإذن الله. طبعا الحاجات دي أساسية في كل بيت. فالملوخية دي احنا مش بنشتريها خالص، احنا جوزي ربنا يبارك فيه ويديله طولة العمر بيزرعها دايما. وبعد كده انا بخزنها بقى ملوخية خضرة وبنشفها وبخزنها ملوخية ناشفة وبعينها ببرطمانات وبتنفعني السنة كلها. برضو الجرجير بنزرع على القد، علشان بنزرع على القد وبندي منه الناس اللي حوالينا والباقي بناكله. ولكن الخضرة والبقدونس والشبت برضو بعمل بيه على طول الأكل، وبعد كده بفرزه في الفريزر برضو بيكفيني للسنة كلها. كنت عايزة اقول لكم يوم الجمعة ده انا صورت معاكم في الفيديو اللي فات لقطات كده من المقابر. كنت عايزة بس اقول حاجة، هي الدنيا دي ايه اللي واخدينه منها؟ عشنا قد ما عشنا، اخرتنا ايه؟ زي ما بيقولوا كده الناس بتاعت زمان، اخرتنا متر في متر. الناس اللي بتاكل في طبق واحد ويكونوا اكتر من الاخوات ويخرج من بيتك يتكلم عليك، بتستفاد ايه؟ طب ما الناس اللي بتكره بعض ما تقول لبعض ان هي بتكره بعض وتبعد عن بعض او تتجنب بعض خالص وملهاش دعوة ببعض. يعني انا مثلا فلانة بتكرهني، خلاص يا ستي اكرهيني، انا مش هجبرك ان انت تحبيني، يعني ولا هجبرك ان انت تكرهيني. خلاص انت بتكرهيني مش حباني لاي سبب إن كان، سواء انا كنت كويسه سواء انا كنت مش كويسه وانت بتكرهيني، سواء بتغيري مني عشان كده بتكرهيني، او سواء انت شايفاني ان انا فيها طبع معين انت مش حباه اكرهيني، بس على الاقل خالص تجنبيني، مالكيش دعوه بيا، اللي هو ابعدي عني، اللي هو ايه، ولا عايزه منك خير ولا عايزه منك شر، كل واحد في حاله. ليه الحياة مستاهلة ايه ان احنا نزعل من بعض، ان احنا نشيل من بعض، ان احنا نتكلم على بعض؟ ما نتعامل بالرضا ونتعامل بالحب. قادرين نتعامل بالحب ونتعامل مع بعض، خلاص خلينا نتعامل. مش قادرين نتعامل بالحب، كل واحد في حاله. كل كلمة كل واحد فينا بيغتاب بيها غيره بياخد عليها ذنوب. والله اللي يشوف حال المقابر وحال ان البني ادم اللي بياكل وبيشرب وبيشتم وبيشتغل وبيتعلم وكل حاجة في الدنيا ويلاقي اخرته مفيش. اخرتنا كلنا في التراب. الدنيا مستاهلة ايه ان احنا نكره بعض ونحقد على بعض؟ والناس اللي بتعمل اسحار للناس، انتوا ما بتخافوش من ربنا؟ يعني ما بتخافوش يوم ترجعون فيه الى الله؟ انت ما بتخافوش يعني في عذاب يعني عذاب القبر قبل عذاب يوم الحساب؟ ازاي ما بتفكروش في كده؟ الناس اللي بتعمل اسحار للناس وبتأذيها، الناس اللي بتسبب من خلال السحر ده بالاذى وبالمرض وخراب البيوت، انتوا ما عندكمش ضمير وما عندكمش قلب؟ ما عندكمش دين يخليكم تخافوا ان اللي بتعملوه ده بيدمر حياة بني ادم؟ ما كل واحد يخليه في حاله. مش قادرين تحبوا بعض ما تحبوش بعض، بس كل واحد في حاله. كل واحد يقفل بابه على بيته وعلى اولاده. البيوت مليانة مشاكل، الناس مش قادرة تخلص مشاكلها ومشاكل أولادها لكل سنة لما بيكبروا في تعليم ومشاكل وتربية علشان تشغل نفسها بمشاكل غيرها. دي قالت ودي عادت ودي طلعت ودي خرجت ودي لبست ودي اتكلمت مع كذا ودي كانت واقفة. انتوا مالكم؟ ما تسيبوا كل واحد في حاله. هو انتوا اللي هتحاسبوا الناس ولا ربنا؟ يعني كل واحد على نفسه رقيب، كل واحد فينا بيبقى عارف ايه الصح والغلط وايه الحلال والحرام. زي ما بيقولوا الحلال باين والحرام باين. فكل واحد يسيب حد، كل واحد يسيب الناس في حالها، كل واحد يخليه في حاله. الإنسان اللي بيغير من حد يغير منه لو كان أحسن منه في التدين وفي الصلاة، يغير منه لو أولاده متفوقين وبيهتم بيهم، يقول يتمنى إن أولاده يكونوا زيه. يغير منهم لما يلاقي حد متدين أكتر منه. لكن مش الواحدة تغير من واحدة عشان بتلبس، علشان بيبقوا اخوات، ويجي الأخ يغير من أخوه علشان أخوه عنده أكتر منه أو أحسن منه. هو اللي عنده كتير ولا عنده قليل، هو في حد هياخده معاه؟
هو الكتير ولا القليل ده هتاخدوه معاكم يعني وانتوا بتدفنوا؟ والله العظيم انا فعلا بتمنى ان الناس تتقي ربنا في نفسها وفي اللي حواليها، بدل ما شاغلين نفسكم باللي حواليكم وبالناس وبالقيل والقال. ركزوا في صلاتكم، ركزوا في اللي يقربكم يقربكم لربنا. خافوا من يوم عذاب جيت هنا كده سبت زوجي بيشتغل في الجنينة ورا البيت بيعزقها عشان هنزرع فيها ان شاء الله خضرة وجرجير وبقدونس وكده. ونزلت هنا على الحوض كده تحت في بيت حماية او في بيت العيلة، نظفت وغسلت المواعين وغسلت الدنيا كده وخليتها نظيفة معايا وزي الفل. طبعا ده كده مطبخ بسيط يعني ايه اللي هو على القد طبعا في الحياة البسيطة. فالحمد لله كده غسلت وغسلت المواعين كلها ورصيتها. وبعد كده طلعت فوق نعمل الغدا، لان ايه ظهر الجمعة شغال زي ما انتم شايفين كده الاذان او الخطبة، وانا بجهز لهم الغدا عشان يخلصوا في الجنينة ورا البيت ونطلع على طول نتغدى. هنا كده طلعت عندي طاجن التقلية باللحمة لسه زي ما هو، اتغدينا منه امبارح وفطن اتغدى بينا. وهنا عندي كده شوية شوربة، قلت هعمل طبقين ملوخية جنب التقلية ونتغدى بيهم ان شاء الله. ده كده الترمس عندي بسيب كده فيه نص الليمون زي ما هو كده، وبحط له كمون وملح وبسيبه كده بميته لغايه كده اخر اليوم. بعد كده بحطه في طبق وبحطه في التلاجة. سايبه هنا كده الشوربه تغلي كويس علشان انزل فيها الملوخيه واطشلها ويبقى طبق ملوخيه وطبق تقليه، واعمل شويه رز والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. هنا كده الدنيا زي ما انتم شايفين معايا كل حاجه ملخبطه. الم الليمون كده الاول، الليمون ده طازه من الشجره عندنا. هنا كده ظبطت الرخامه كده ولميت الحاجه اللي فيها علشان عندي كميه مواعين يعني. بصوا ده طبعا من يوم واحد اللي هو بصوا ما بقاش ورانا حاجه غير نملى الحوض مواعين ونفضي الحوض من المواعين، فالله المستعان. الحمد لله الحمد لله. شوفوا التنهيده اللي بعد الحمد لله دي. خلصت المواعين كده استعنت بالله. شوفوا لسه الحوض طازه ولسه بينزل في الميه. رحت قلت منا ما خلصت الملوخيه كده، منا ما الشوربه غليت وعملت شويه ملوخيه زي الفل. وكمان حمرت كده شويه رز، بس رز التموين ده اللي هو حباته طويله شويه بياخد وقت وبياخد ميه اكتر في السوا. وهنا سايبه كده الطاجن التقليه يغلي كده مع نفسه. طبعا ما لكمش دعوه ببوتاجاز، ما تركزوش فيه لان طبعا بعد الليله دي كلها ان شاء الله هغسله. فاستعنت بالله كده وقلت ايه لغايه ما الرز يستوي ولغايه ما التقليه كده تاخد وتدي كده مع نفسها وتسخن، اكون انا خلصت كميه المواعين دي. الحمد لله كده خلصتها، سبتها بس كده تتصفى وبعد كده هحط كل حاجه في مكانها. والحمد لله كده يبقى ايه ضربت عصفورين بحجر، اللي هو خلصت غسيل المواعين وفي نفس الوقت الحمد لله خلصت الغدا، فضل ونعمه من ربنا الحمد لله. نروح كده نغرف ونتغدى وبعد كده نشوف يومنا هيخلص على ايه وهينتهي على ايه. يا ريت ما تنسوناش في اللايك يا حبيباتي. كده غرفت الاكل بتاعنا، غرفت الرز والملوخيه وكمان اللحمه والتقليه وطبق السلطه. انا كده غرفت على الحوض وبعد كده هاخد الصينيه كلها وهنزل بقى احطها في الطبليه وناكل ونتغدى مع بعض. تقليه وملوخيه والكلام ده كله يبقى لازم كوبايتين قهوة او فنجانين قهوة كده معتبرين علشان يعدلوا الدماغ كده بعد ظهر الجمعة. فده اساسي يعني اساسي بالنسبة لي كده. لو ما كنتش اشرب فنجان قهوة الصداع يمسك دماغي لدرجة فظيعة. فعملت كده ايه كوبايتين، هعمل كوبايتين ليا ولزوجي بعد ما اتغدينا الحمد لله.
انتوا شايفينه مش مرتب خالص، كل حاجة على بعض. البلاستيكات دي انا حاطه فيها حاجه الخلاط والشفشق وكده، والضرفه اللي فوق انا بحط فيها البلاستيكات. المطبخ ده خشب، ده المطبخ مش انا اتجوزت بيه، المطبخ اللي اتجوزت بيه المونتيل اللي انا حطاه تحت في بيت حماية. كل حاجه عايزه تترتب من اول وجديد وعايزه تترص، اللي هو انا ايه بغسل مواعين واروح كل حاجه كده ايه رصاها على بعضها، فمش مرتبه خالص. فالله المستعان كده، عايزه يوم كده افضي نفسي واجيب مفارش للمطبخ افرشها وامسح المطبخ كويس خالص وارص كل حاجه ايه كده على بعضها. برضو كمان هنا كده المطبخ من تحت كل حاجه بغسلها كده ايه اروح حطها كده على بعضها من غير ما ارتب ولا اسوي حاجه. في مواعين كتير جدا انا شايلاها في النيش، في ظرفه كبيره كده في النيش انا شايله فيها المواعين دي كلها، يعني حتى في المطبخ الحاجات البسيطه اللي انا بستخدمها. لكن النيش فيه اطباق كتير جدا، وفي الكوبايات وفي الفناجين وفي الكاسات وفي الحلل الالومنيوم وفي بقى طقم الحلل الاستانلس، وكل حاجه عندي في المطبخ انا شايلاها في النيش. هنا كده الاولاد عندي كانوا جاعوا بعد ما اتغدوا كده على الساعه 5 أو 6 المغرب، العيال عندي جاعوا، فقلت ايه طلعت كده كيس مكرونه قلم وقلت احمره لهم. بس اطلع الخلاط، فطلعت المبشره دي كده وبشرت طماطميتين. انا اول مره اعمل مكرونه اللي هي القلم دياتي محمره، فقلت اجربها كده بدل ما لسه هسلق المكرونه وكده احمرها واضيف عليها الطماطم والعيال ياكلوا حاجه بسيطه وايه وتسد في اليوم. هفضل اقلب فيها كده لغايه ما تبدا تاخد اللون البني معايا زي نظام بس المكرونه المحمره اللي انا دايما بعملها معاكم اللي هي صغيره، بس هجربها المره دي بالمكرونه القلم. هنا كده خلاص بدات المكرونه تاخد معايا لون، هبدا ان انا انزل الصلصه. كده هحط نص معلقه الملح ونص معلقه فلفل اسود وهنزل بالمرقه. وهنا جوزي عايز كوبايه حلبه فبعمل له حلبه، حاطه الكوبايه هنا والمصفايه علشان اصفي له كوبايه الحلبه وانا واقفه بالمره. ملح وفلفل اسود، سنه شطه علشان تطعم بس المكرونه كده وتديها طعم، واغطيها واسيبها كده تستوي مع نفسها. هنا في نفس الوقت بعمل كوبايه الحلبه. الدنيا كده معايا نظيفه ومتظبطه وزي الفل وتمام الحمد لله. هنا برضو الحوض نظيف، مفيش غير المبشره اللي انا كنت ببشر بيها بس، والكنكه اللي انا بعمل بيها شاي، والحمد لله الحوض نظيف ومفيهوش اي حاجه زي ما انتم شايفين معايا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.